النهاردة في قضية جديدة في محكمة الأطفال العادلة. والقضية هنا ليه الأبهات والأمهات مش بتفهم مشاعرنا؟ انا لما بزعل ما فيش حد بيجي يسألني انت زعلانة ليه. لما كنت بعيط حد بيقول لي ايه العياط ده، ما تعيطش، مع اني بكون زعلان. بكون متضايق ومش عارفة اقول. بس سؤال للجميع، لو انتوا رحتوا اشتكيتوا لمامتكم او باباكم او اخواتكم او اي حد وقالك معلش معلش، او حتى مهتملكش ولا اخد حقك ولا عمل اي حاجة، شعوركم بيبقى من ناحية اللي عمل معاكم الخناقة ايه، ومن ناحية اللي انت رحت تشتكي له وما عملش حاجة ايه؟ انا بالنسبة لي بشعر اولا باللي ضربني او اللي عمل لي اي حاجة، بشعر من ناحيته بالحزن. لما بروح اقول للتاني وما يردش عليا بصراحة ببقى ايه يعني، ولا ده ساعدني، يعني الاتنين ايه مش بيحبوني، فبفضل اسأل نفسي. انا بقى بعمل ايه؟ انا ببقى متضايقة من ما عمل كده زي ما يوسف قال، وببقى متعصبة من اللي مهتمش بيا، وبروح في اوضتي على طول. احمد، حد من اخواتك عمل معاك مشكله ورحت اشتكيت لمامتك او باباك، خلينا مثلا لو رحت اشتكيت لمامتك وهي قالت لك معلش يا احمد، او حتى ما ردتش عليك او ما اهتمتش ليك، هتحس بايه؟ انا حاسة ان انا زعلانة. طب بتعرف تقول باللي انت حاسس بيه ولا لا؟ انا مش بعرف اقول.